أهلا بيكم في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية وسهلة وسريعة جدا وبتطلع طعمها روعة. البفتيك الكداب بربع كيلو لحمة مفرومة. هنعمل 11 قطعة بفتيك كداب. أيوة زي ما سمعتي كده، مفيش لحمة كتير بس الطعم حكاية، ومستحيل حد يصدق أصلا إن دي لحمة مفرومة. هنعرف مع بعض أسرار إزاي يبقى متماسك والقشرة متماسكة وما يفكش مننا. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي على طول. أول حاجة في المكونات بتاعتي معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة دهن بسيطة وبيضاية. هنزل بقى بالبيضة على اللحمة المفرومة بتاعتي، وهنقول بقى ايه المكونات والتوابل. المكونات سهلة وبسيطة جدا واقتصادية وموجودة في كل بيت. هنزل بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وهنزل بأربع معالق كبار من البقسماط الناعم. لازم يكون البقسماط ناعم معانا، بلاش اللي هو الخشن ده، النتيجة بتاعته مش كويسة. شايفين ده نوع بقسماط مصري حلو جدًا باستعمله، مختلف عن الأنواع التانية، بصراحة حلو والنتيجة بتاعته حلوة وكمان لونه فاتح. دايمًا البقسماط هو الأساس في لون التحمير، يعني أنتِ لو بتحمّري حاجة لونها فاتح، لونها غامق بيرجع للون البقسماط. نزلت بقى ببصلة كبيرة مبشورة بشر ناعم بمَيّتها زي ما هي، لا صفيتها ولا أي حاجة. مش هاتخلّص من المَيّة بتاعتها خالص. وسر التماسك والنفشة وإن البفتيك نَفْسه يبقى هَش كده وطِعِم زي اللي إحنا بنشتريه بفتيك جاهز من برّه، هو إيه، هي رشّة أو نُص معلقة صغيّرة خالص من البيكنج باودر علشان يدّيني نَفْشة حلوة كده واللحمة بتاعتي تتماسك كويس. كل المكونات بتاعتي دي هاعجنها كويس جدًا، هتقلّبيها كويس جدًا، ولو حسّيتِ إن الملمس بتاعها بيزحلق كده شوية، يعني الملمس مش متماسك قد كده، هتزوّدي رشة بقسماط. هي مش هتكون معاكِ ناشفة ومش هتكون معاكِ سايحة أوي، الملمس بتاعها هيكون وسط بين الاتنين. هتقلّبيها بقى كويس جدًا وهتعجنيها كويس خالص، خالص. أهم حاجة العجن علشان المكونات كلّها تختفي وإيه، وتتماسك كده مع بعضها. أنا هنا خلاص عجنتها كويس جدًا والأنسجة بتاعتها بقت ممتازة ومتداخلة في بعضها. هادخّلها بقى التلاجة ترتاح من ربع ساعة لنُص ساعة عما نجهّز الخطوة اللي بعد كده. هنجيب بقى طبق كده علشان نجهّز بيه الcover والغلاف اللي إحنا هنعمل بيه البفتيك الكدّاب بتاعنا. هانزل بمعلقتين كبار من الدقيق، أي نوع دقيق مش هيفرق، ومعلقة كبيرة من النشا. النشا هتخلّي القطعة متماسكة معايا وفيها قرمشة حلوة جدًا ومش هتفُك مننا أبدًا. شايفين أنا نازلة هنا بمعلقة كبيرة، بس المعلقة ما كانتش مليانة أوي فزوّدت شوية من عندي. وهننزل بآخر حاجة شوية مَيّة ورشة ملح ورشة فلفل أسمر، ولا توابل ولا أي حاجة. هنعمل السُمك بتاعها زي الطحينة كده، عارفين إحنا لمّا بنيجي نعمل الطحينة لا هي خفيفة ولا هي تقيلة. هتزوّدي مَيّة بالتدريج خالص علشان ما تتقلش منِّك وما تبقاش خفيفة مَيّة. إحنا عايزين القطعة نفسها تشيل الخليط ده، الخليط السايل ده مش عايزينه يبقى عجين ومش عايزينه يبقى سايل خالص. تنزلي بالتدريج. شايفين أنا واحدة، واحدة. أنا مستخدمة هنا حوالي نُص كوباية مَيّة، ممكن تستخدمي أقل، ممكن تستخدمي أكتر على حسب نوع الدقيق بتاعِك، هو اللي هيفرق معاه في المَيّة وفي السوايل بتاعته. هتفضلي تقلّبي فيها كده بالتدريج لغاية ما تفُكي أي تكتلات وأي حاجة مكلكعة، ويبقى سايل معاكِ بالمنظر اللي أنا هاوريه لِك دلوقتي. لو لسه مكمّلة معايا الفيديو لحد هنا فأنتِ محظوظة جدًا، اكتبي لي كومنت حلو ويالّا روحي اعملي لايك. أنا عارفة إن أنتِ نسيتِ تعملي لايك من جمال الوصفة. هنا بقى بعد حوالي نُص ساعة، شايفين البولة بتاعتي مبخّرة من التلاجة. هاخد اللحمة المفرومة بتاعتي وهاخد قطعة منها وأعملها على شكل كور. هيعمل معانا بالضبط ما شاء الله 11 قطعة من البفتيك الكدّاب. أيوه زي ما سمعتِ كده. هي الفكرة كلّها في التكنيك والطريقة علشان تطلع معاكِ النتيجة مضبوطة. وفي أسرار كتير هاقول لِك عليها، بس لمّا تتابعي معايا الفيديو للآخر علشان ما يفُكِّش منِّك وما يتفرفطش منِّك ويتهرى كده ويبان عليه خالص إن هو لحمة مفرومة. أنا هنا دي الكمية بتاعتي كلّها. هاجيب بقى كيس تلاجة عادي وهابِلّه بَلّة خفيفة خالص بشوية مَيّة، علشان ما يلزقش معانا كده ويبقى إيه، حاجة بسيطة دهنة خفيفة خالص.
هاخد أول كورة وأحطها بين الكيسين كده وهابططها، لا هي تخينة أوي ولا هي رفيعة أوي، علشان كده تحسي إن أنتِ بتاكلي لحمة مش بتاكلي القشرة بس والcover زي كده، شايفين ما شاء الله بالشكل الجميل ده، حتى شكلها والتعريج اللي فيها كأنها لحمة بالضبط. هاسيبها بقى في الكيسة بتاعتها وهنكمل بقية الكمية كلها، علشان إحنا في خطوة مهمة جدًا هنعملها بعد شوية علشان ما يفكش مننا، بس كملي معايا الفيديو. ويالّا روحي اعملي لايك، لسه ما عملتيش لايك ليه لحد دلوقتي؟ هاوريكِ كمان واحدة بنعملها إزاي علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل، وما تقوليش إن في حاجة عدِّت منِّك، أو أنا ما قُلتش الطريقة ونسيت أقول خطوة. بامسح إيدي مسحة بسيطة كده بمَيّة علشان اللحمة ما تلزقش مني في الكيس، وبابططها ببطن إيدي، بالبطن إيدي مش بالصوابع علشان الصوابع هتعلِّم عليها، وبس خلاص جهزت معايا. هاقفل عليها بقى في الكيسة وهتجيبي بقى أي طبق أو صينية وتوزعيهم فيها. الطريقة سهلة جدًا مش بتاخد تحضير نُص ساعة، التكنيك بس اللي هو قبل التحمير هو اللي بياخد وقت شوية، إنما تحضير مش بياخد منِّك نُص ساعة. ما شاء الله طريقة موفّرة جدًا. تخيّلي كده ربع كيلو من اللحمة تطلّعي منه 11 قطعة من البفتيك، أصلًا إحنا لو جايبين ربع كيلو لحمة قطع مش هيبقى عدد القطع اللحمة 11 قطعة، فما شاء الله النتيجة مبهرة وموفّرة جدًا. أنا هنا خلّصت الكمية بتاعتي كلّها، هاحطها بقى في صينية وهادخّلها الفريزر أقل حاجة ساعتين، أيوه زي ما سمعتِ كده، مش أقل من ساعتين. والخليط اللي إحنا جهّزناه أنا كنت دخّلته التلاجة يرتاح نُص ساعة عما أشكِّل العجينة بتاعتي. هنجيب بقى القطع بتاعتنا بعد أمّا اتجمّدت كويس جدًا في الفريزر، لازم تتجمّد، تبقى عاملة زي الإزاز كده ومخشّبة. لو طرية معاكِ شوية، يعني القطع اللي كانت ما جمدتش منّي أوي حطيتها تاني الفريزر، لإن لازم القطعة نفسها تكون متماسكة وناشفة جدًا علشان ما تتفرفتش مننا في الخليط بتاع التغطية. هانزّلها بقى القطعة بتاعتنا في الخليط السايل، وهاطلع من الخليط السايل على البقسماط الناعم، بقسماط بدون أي نوع من أنواع الإضافات، بقسماط فقط بدون توابل بدون أي حاجة. بس أنا بأكد عليكِ تسيبي القطعة في الفريزر تتجمد مش أقل من ساعتين، لو زادت يبقى أكتر، لو بيتيها يبقى أحسن علشان تبقى متماسكة وما تتفرفتش منِّك. أنا عشان باعملها على طول فأنا متمكنة شوية في إن أنا أحافظ على شكل القطعة إن هي ما تتكسرش وما تتقطعش. لو أنتِ أول مرة هتعمليها ممكن تتفرفت منِّك وتقولي لأ ده أنا ضحكت عليكِ وقُلت لِك الوصفة غلط. لازم تسيبيها في الفريزر تجمد كويس، وبعد كده هنحطها على نفس الكيس اللي إحنا شيلناها منه، علشان هاقول لِك هنعمل إيه بعد شوية. تعالوا نعمل مع بعض قطعة كمان علشان تشوفي الطريقة بالتفصيل وتعمليه زيها، وبإذن الله هيطلع معاكِ زي الفل وقمر جدًا. شايفين القطعة بتاعتي اتجمدت بس فيها نسبة طراوة شوية. أنتِ بقى استني لغاية ما تجمد خالص تبقى إزاز، أنتم عارفين إن أنا دايمًا مستعجلة، أنا دايمًا مستعجلة ومش بادّي الحاجة حقها. لأ أنتِ سيبيها في الفريزر مش أقل من ساعتين 3 لغاية ما تبقى عاملة زي الإزازة كده. وبعدين هنحطها في الخليط السايل، ومن الخليط السايل على البقسماط وهنغطيها كويس جدًا. بجد بسم الله ما شاء الله من الأكلات التحفة، اللي الكل هينبهر بيها، بجد هتشرّفِك كده في أي عزومة بصراحة، ما حدش هيشُك ولا 1% إن دي أصلًا مش بوفتيك، مستحيل حد يصدّق أصلًا إن دي مش بوفتيك. أنا هنا خلّصت الكمية كلّها، في شوية عملتهم من غير بقسماط علشان البقسماط خلص يومها للأسف فما كمّلتش، هاعينهم بقى كده في الفريزر. لو هنحمّرهم في نفس اليوم هنسيبهم 3 ساعات في الفريزر عشان يبقوا جامدين ومتماسكين، شايفين؟ ده تاني يوم عاملة زي الحديدة بالضبط، زي فرخة سمير غانم بالضبط. يالّا نحمّرها، زيت غزير متسخّن كويس جدًا، الزيت سُخن على درجة حرارة وسط. شايفين شكل القطعة مجمّدة 100%، ما فيش فيها نسبة 1% لأي جزء طري، مجمّدة جدًا، جدًا. ده اللي هيضمن لِك إن هي بإذن الله هتطلع متماسكة وزي الفل زي ما شُفتيها في أول الفيديو. زيت غزير هنسخّنه كويس جدًا على درجة حرارة وسط، هننزل القطعة بتاعتنا بتاعة البوفتيك، مش هنوطّي الحرارة، هنخلّي الحرارة وسط زي ما هي. طبعًا من الأساسيات ممنوع تقلّبي القطع علشان كتر التقليب هيخلّي اللحمة المفرومة
هتتفرفط مننا وهتتكسر وهتتبهدل. هي مش بتاخد بالضبط من 5 ل10 دقايق بالكتير على البوتاجاز، 5 دقايق على كل ناحية، يعني مش بتاخد معانا وقت خالص، خالص، بتستوي جدًا، لإن هي لحمة مفرومة مش محتاجة يعني وقت سِوَى ولا أي حاجة. أول ما لونها يغيّر بالشكل ده، تبتدي بقى تقلبيها براحتك، تبتدي تعملي فيها اللي أنتِ عايزاه، إنما قبل ما تاخد لون مستحيل، مستحيل واوعي تقلبيها خالص علشان ما تتكسرش منِّك. شايفين ما شاء الله أنا دلوقتي متحكمة فيها ومعايا زي الفل. تحسّوا إن القطعة خسِّت شوية، ده طبيعي لإن دي لحمة وبتنكمش. شايفين ما شاء الله القطعة شكلها تحفة ويجنن وكأنها بفتيك لحمة بالضبط. مستحيل زي ما قُلت لِك هافضل أعيد وأزيد فيها، مستحيل حد يصدّق ولا يتوقّع إن ده لحمة مفرومة إحنا عاملينها على شكل بفتيك. هاحمّر بقى الكمية بتاعتي كلّها بنفس الطريقة، الزيت غزير وسُخن وهننزل بالقطع بتاعتنا مجمّدة. يعني أنا ما كنتش باطلّع الكمية كلّها مرّة واحدة، أنا كنت باطلّع اللي أنا هاضيفه في يعني يعني هاحمّره على طول، قطعتين بقطعتين، لإن أنا مش عايزة القطع تفِك منّي أبدًا. شايفين الجمال؟ طَب شايفين القمر؟ أستاهل لايك وشير وكومنت حلو زيكم، وصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات، بصراحة تحفة وتجنن. يالّا تعالوا بقى أمّا أسمّعكم الصوت بتاعها وصوت القرمشة وقد إيه متماسكة وزي الفل. أنا هنا خلّصت الكمية بتاعتي كلّها ما شاء الله، 11 قطعة من البفتيك نفس الشكل بتاع بفتيك اللحمة والتعريج والحاجات اللي فيه بالضبط، حلو جدًا ومقرمش من برّه وطري ويجنن من جوّه وما فيش فيه طعم لحمة مفرومة أبدًا. شايفين القطعة كبيرة ما شاء الله إزاي؟ تقدري بقى تتحكمي في السمك بتاعها براحتك زي ما أنتِ عايزة. تعالوا أسمّعكم صوت القرمشة والحرمشة والحاجات الحلوة دي. قبل ما أسمّعكم الصوت تعالوا نقطّع واحدة كده مع بعض ونشوف قد إيه متماسكة والcover بتاعها يجنن. شايفين ما شاء الله تحفة جدًا، ولا الcover سايب القطعة وطالع لبرّه ولا أي حاجة. من أحسن الأكلات اللي أنا عملتها، أكلة موفّرة لأبعد حد وسهلة وسريعة وجميلة وتشرّفِك في أي عزومة. من الريحة والجمال لأ ما قدرتش خالص، أخدت قطعة كده علشان أدوقها وأشوف طعمها، طعمها يجنن ومتماسكة جدًا. تعالوا بقى نسمع الصوت. سمعتوا الصوت الجميل ده؟ يالّا باقول لِك حطّي لايك. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير مع وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.